من بعد ما غرق ملعب مولاي عبد الله بشتاء سنه 2014 وتسبب فضيحه اعلاميه ضربات قطاع الرياضه، المغرب حرص على انه يخلي نسخه الكان 2025 كرد الاعتبار، وهذا الشيء عبر تقنيه متطوره سميتها سيبر تستعملت في الملاعب وخلت الاعلام العالمي يشد راسه. الجولات الافتتاحيه في كان المغرب 2025 شهدت على تساقطات مطريه غزيره، الاعلام كله موجه الكاميرات صوب ملاعب المغرب في انتظار تكرار سيناريو ملعب مولاي عبد الله بالرباط سنه 2014، ولكن هيهات المغرب لقى حل لهذا المشكل بحيث استعمل تقنيه عاليه التطور كتسمى سيبر، واللي هي نظام كيحتوي على عده انابيب كتكون مثبته مباشره تحت العشب وفيها مضخات شفط اللي قويه كتسحب الماء بسرعه عاليه، وايضا النظام كيعطي اكسجين للتربه والحراره المناسبه لها باش العشب ما يتاثرش بسبب ضغط المباريات ولا الجو. وهذا الماء اللي كيتم السحب ديالو ما كيضيعش طبعا، فراه كيتم اعاده تدويره باش يسقيو به مره اخرى. وبهذا المغرب وجه رساله قويه للعالم وخاصه الاتحاد الدولي فيفا على انه على قدر المسؤوليه سواء في كاس افريقيا او لا حتى كاس العالم.